بتسألني أول مليون جنيه في حياتك تعملها إزاي؟ بص هقول لك السؤال ده عام قوي وأنت ما حددتش حاجات كتير، بس أنا ههندل لك دماغك. أنت ما قلتش أول حاجة المليون جنيه دي أرباح ولا مبيعات، دي عندي تفرق كتير، بس خلينا نبقى على مية بيضة إن المليون جنيه دلوقتي ما بقتش فلوس وبقت سهلة جدا إنك تعملها. لو أنت دلوقتي بتبيع هوديز وعايز توصل لمليون جنيه والهوديز تقريبا ب 1000 جنيه، فأنت لو بعت 1000 قطعة فأنت عملت مليون جنيه. بس مش المليون جنيه بتيجي من بيع المنتجات بس، وعشان تعمل فلوس يا إما أنت بتبيع خدمة يا إما أنت بتبيع منتج. لو أنت في مجال الخدمات فأنت قدامك أوبشن من الاثنين، يا إما تشتغل في شركات يا إما أنت بتفتح الشركة بتاعتك الخاصة. بس خلينا نقول في الطبيعي انت بتشتغل في شركه وبعد كده بتترقى فيها، بتبقى توصل حاجه شبه المانجيريال ليفل وبعد كده تروح تشتغل في كوربريت. في المجال ده انت مش هتعمل المليون جنيه في اول فتره، بس هنا خلينا نروح لحته ثانيه. فانت لو هتكمل في حته الشركات فانت هنا هتبقى شخص كونسرفيتيف، فلوسك بتزيد بمعدل ثابت وفي نفس الوقت انت ما فيش خطوره قوي. ممكن توصل انت مثلا تبقى السي او بتاع الشركه دي او غيره. بس انت لو قررت ان انت تفتح الشركه الخاصه بيك فانت هنا ما بقتش شخص محافظ. وفكره انك تعمل شركه او ايجنسي دي حاجه ريسكي، فيها خطوره ان انت ممكن تخسر كل فلوسك وما تعرفش توصل للمليون جنيه. بس لو عملتها صح هتوصل للمليون جنيه بسهوله جدا. في نفس الوقت الكلام ده بيتطبق لو انت بتبيع برودكت. ممكن تبقى شخص عادي بتبيع منتجات وبتكسب مثلا من 10 ل 20%، هتوصل للمليون جنيه بس هتتاخر شويه. بس على الوينج التاني ممكن تكون شخص بتبيع منتجات وعمال بتكبر وتدخل منتجات كتير وبتحاول تتوسع، وهنا برضه هتوصل للمليون جنيه بس اسرع شويه. بس هنا هيبقى في خطوره ان انت ممكن تخسر كل فلوسك. انت اللي بتحدد انت عايز تعمل ايه. انا اعرف واحد شاف فيديو على اليوتيوب ازاي بيعمل فيديوز بالذكاء الاصطناعي، عمل بالاي اي صور وقصص وبدا يحركها وعمل اكتر من مليون فولو على اليوتيوب في شهر واحد. بس من الاعلانات اللي بتجيله بدا يدخل اكتر من 50 و60 الف جنيه كل شهر ارباح صافيه. بس خلينا ننتقل لحته تانية، وهي اصلا الفلوس غايه ولا وسيله؟ الفلوس من يوم ما اتولدنا لحد ما تموت هتفضل غايه، بس بتيجي في مرحله معينه بتبقى وسيله. انك بتستخدم الفلوس دي كوسيله انك تعمل شركه خاصه بيك او تكبر بيها البيزنس بتاعك او تعمل الحاجه اللي انت كنت خبير فيها او اتعودت ان انت بتشتغل فيها قبل كده. انت قدامك فرصه دلوقتي بما انك صغير انك تجرب في كل المجالات وتجرب في حاجات كتيره جدا. المواقع دلوقتي والنت كله بقى مفتوح على بعض وما بقتش زي زمان، واللي عايز حاجه يتعلمها هيلاقيها. على فكره حاجه مش بتعيبك خالص انك تبقى شخص محافظ او انك تبقى شخص ريسكي. انت اللي بتحدد انت عايز ايه وعايز تبقى فين.